يعني تخيل ان طول عمرك عسكري ولكن على معاش، وفجأة يقتضى عليك ودولت خلاص تتحرب وكذا واعذارهن خذ لين هؤلاء كلهن. لا حول ولا قوة الا بالله، والله العظيم اني طولت. خيرة الله. كان نفسي اقول لهم صباح الخير. الان ساعتنا راجعين احنا ننفر، وبعدين من لقيت شيبب عادوا بيسل كذا كالجهاله ما يفعل يعشيهم. مدري ايش اللي نقبشني يقول لك اذا جاء حاج كذا بنضحك معه. يعشي الجهاله الشيبه هذا لكن على المعاش، وهو متقاعد في وزاره الداخليه بيقول. ودولتنا مدري اي حين عايزوك هالباري تحن على الشعب ذي وتصرف لهم رواتب. اللي دورت لا تعذروا الناس بحر خلاص ما عاد حلو، تمينا حلو ما عاد عطوا لنا النذر ولا طلعوا بينتوا للناس اي حنا تصرفوا لنا اي حنا تصرفوا رواتب ما يجوز عليكم. لما التجار خلصوا وخلي يا ناس نعرف تجار وانتم دارين، واصحاب المصانع ضيعوا ما عبش، واكثرتهم خلاص بيصيروا يستثمروا خارج ارض بلادهم اللي المفروض هي حنجبهم باستثماراتهم ما عاد يستوش. ضيقتوا بالناس لا تنسونا نوصل، طلعوا بينوا لنا قولوا لنا ننسونا ونتعجوا الشعب هذا واحنا نكسر مع راسنا من رجلنا. قسما بالله العظيم اني ضولت. انا داري وانتم دارين لان بكي خزينه الدوله الزلط تصرفوا لهم. كم يا ناس كم يا ناس، والذي اتفلسف لي في التعليقات ويقول لي كيني ميني اذا ما وصلت للمرحله اللي وصل لها الحاجه اللي صرتها انا الان كما عاد وصل لها. يعني تخيل ان طول عمرك عسكري ولكن على معاش، وفجأة يقتضى عليك ودولت خلاص تتحرب وكذا واعذارهن خذ لين هؤلاء كلهن. لا حول ولا قوة. يرحم والديكم، البلد بتمر بأزمة خانقة، أين المرتبات حتى أنكم تحاربوا البساطة؟ أكثر من 100,000 بسطة وراء كل شخص أسرة، وأنت حتى لك كم؟ يوم الأشقاء المرافق بقيادة أمانة العاصمة يجوا يشلوا عليهم المظلات ويرجعون العصر 5,000 ريال، اليوم الثاني يفكروا يشلوا عليهم العربيات ولا السلات حق الطماط ولا حق البطاط، و15,000 شرطة المرور يا جماعة الخير حابست كل البساطين حق أمانة العاصمة في شرطة المرور، وكل واحد ما يخرج إلا ب25,000. هذا الجهتين الحكومية. عم نقول لهم كلمة واحدة، يا تخافوا الله في الناس، يا تخافوا الله في الناس وتحكموا بالعدل، ولا بسبتوا لكم شعب غير الشعب هذا، شعب جيبه مليان، شعب غني، شعب شابع، ما شعبنا ما يقدرش عليكم نهائيا الا وانا عسوب الناس، انها بتكذبوا على الناس، بتكذبوا على الناس ان بقى اسواق بديله، ما فيش اسواق بديله، انتم الذي اجرتم الجولات، انتم اللي اجرتوها النافذ واحد، والله اعلم من هو هذا النافذ، انها بتحرموا على الشعب قوته، يا اخو بالتعب ليه؟ والله ما نسكت بعد الكلام هذا، ما كانت فضايح قسما بالله العظيم اني قلت لك الفساد.